نتكلم عن الفن التشكيلي ودوره، ويمكن في دعم بقى النفوس الوطنية، وعاوزين نتكلم على أعمالك الفنية. هل أنت تناولت هذه الأعمال بجانب من الرمزية في فن تشكيلي؟ زي ما احنا شفنا يمكن في بعض الأعمال اللي قدمت قد إيه، يمكن البنوتة الطفلة الصغيرة اللي باباها أصبح شهيد وهي وماسكة الحمامة، ويعني الكلام ده كله في رمزية أكتر، يمكن يعبر عن، يعني لو أنا جبت ساحة قتال، لكن ممكن ده ينقل صورة شديدة جدا لقيمة العطاء. أيوة. هل قدمت حضرتك رمزيات لهذا الجانب؟ هو طبعا حضرتك بتقول ان للاسف رغم طبعا حرب اكتوبر حاجه عبقريه وحاجه انجاز كبير جدا شاهد به العالم كله، وطبعا ده كان انجاز على كل المستويات. للاسف بعد الحرب احنا كمجتمع ما كناش بمستوى الحدث. يعني كان المفروض بقى يصاحبه ان احنا بقى نشتغل نتقن اعمالنا ونبدا ننتج ونصنع لان الدوله كلها شريك بهذا الجانب. مش يعني الدوله، لا مش الدوله، انا بتكلم على الانسان المصري. بعد اللي طبعا احنا عملنا الجيش قدم لنا انتصار جميل جدا، وحاجه طبعا من الهزيمه 67 للنصر، فكانت حاجه مهمه جدا. المفروض بقى ما صاحبش الانتصار دهوت، ما كانش في حس شعبي للانتصار ده. خدنا الموضوع كان في تكاسل بقى، يعني الناس ما اشتغلتش بقى بنفس المستوى، ما بدأنا في تكاسل، حالة من التراخي والتكاسل. انا طبعا لما عبرت عن حرب اكتوبر انا استلهمت روح الحرب، لان انا بعمل حرب خاصه بي، الحرب على الواقع اللي احنا رافضينه، الواقع المرفوض زي الفساد والحاجات ديت يعني. فبدات اعمل مجموعه من اللوحات في يعني انسانيه اكتر منها، وبرضه في الدفاع عن وبتاخد روح اكتوبر. روح اكتوبر. طب دي اعمال حضرتك يا فندم؟ ديت من اعمال دي كان بيتكلم في طبعا في اللي هي الاول دي لوحه ايه، زيتيه ولا لوحه؟ دي تصوير زيتي، ايوه، زيت على قماش. تمام. ديت لوحه من 3 اجزاء. في الاول دي لوحه مجمعه 3 لوحات في لوحه؟ 3 لوحات بتحطوا جنب بعض كده 3 اجزاء. تمام. بتحب يكونوا فكره واحده يعني، حتى الخطوط متصله مع بعضها. دي بتتكون عن فتره اللي هي 67 وفتره التهجير وكلام من ده. في هنا اول حاجه هو السكون اللي شايفينه هنا، طلعوا اهوت بعيد عن مكانهم اهوت، وفي هنا بدأوا ان هم يلفوا حوالين انا عايز النقطه الزرقاء ديت. هو ايه ده، شجار حضرتك ما بين لا مش شجار، لا ده هو شخص واحد وواحده، واحد ومراته مثلا، واحد وحبيبته. والمثلث دهوت ممكن نمثل به اللي هو منطقه الصراع بتاعتنا، وهنا بيلفوا حوالين المكان بتاعهم اللي هم عايزين هم يروحوا يوصلوا له يعني. تمام. ديت عمل مهم جدا. ديت لوحه 180 سم في 120. دي طفله بتكتب، دي عباره عن زي حيطه اللي هو فن الجرافيتي بقى اللي طلع دلوقتي. دي معموله في تقريبا في 2009، كانت عرض 2009 يعني كده قبل. دي مستلهمه فعلا ولا انت كان موديلز قدامك؟ لا يعني هو تقريبا بتاخد انت حد مثلا زي موديل كده، حته البنت وهي بتكتب عشان تاخد الحركه والايحاء هي الفكره بتاعت اللوحه دي، بنت بتكتب على سبوره، على الجدار. على جدار. زي انت عارف دلوقتي الفن الجرافيتي. طبعا الشباب طلع ايام الثوره عمل يعني. دي كانت معموله قبل الثوره. فدلوقتي الفن الجرافيتي طبعا انتشر جدا بقى مهم. تمام. في هنا هتلاقي في كلمه الحريه بكل اللغات. في هنا حد رسم صوره لو رجعنا لها تاني يعني. فكان مكتوب الحريه بكل اللغات في اللوحه. فجت البنت كتبت بلد وطني، اللي هي اللوحه اللي فاتت كاتبه وطني، يعني انا عايزه الحاجات دي بوطني. وبرضه اخترت الطفله لان هو طبعا ده المستقبل بتاعها، وهي اللي تتمنى حته الحريه وكده يعني. هي اكتر واحده فرحانه بيه، وهي اكتر واحده محتاجه الحاجات دي، بس احنا مهما كان خلاص يعتبر في صح. لكن هم دي مستقبلهم، ده المستقبل، هم اللي هيجوا. طيب. ماشي. هنا اللوحه دي بتتكلم عن ايه يا دكتور؟ اللوحه ديت برضو بتكون عن اوليات الحروب. انا واخد في هنا اجزاء من لوحه الجرانيكا بتاعت بيكاسو، اللي هي اجزاء دي مقاس اللوحه قد ايه يا دكتور؟ المفروض ديت 270 جداريه دي 270 ايوه 270 سم في 90. زيتيه جداريه؟ زيتيه. لا مش جداريه، لا ديت قماش برضه، قماش. على قماش. دي مقسمها قطع. فانا عايز اقول للناس ان فيه طبعا لوحه الجرانيكا بتاعت بيكاسو
خدت شهره عالميه كبيره طبعا، لانها كانت بتعبر عن ماساه اسبانيا بعد الحرب مع فرنسا تقريبا، ولما دخلوا القريه بتاع جرنيكا وحطموا البلد تماما، فعملوا اللوحه الشهيره. طبعا برضو بيكاسو رسم الهزيمه ورسم الانكسار، ما رسمش ما رسمش النصر. تمام. فانا هنا حطيت خدت لقطات من لوحه بيكاسو، وعايز اقول للناس ان الحرب وحشه، الحرب انتوا ادمتوا الحرب، ادمتوا لوحه جرانيكا، ادمتوا الحرب في اسبانيا. يا ريت كمان ندينها دلوقتي لان هي حاجه مش كويسه. تمام. طيب نعود الى الجانب الخاص بلوحتك واعمال اكتوبر. هل هذه اللوحه تعتبر من ضمن اللوحات المعبره عن انتصار اكتوبر؟ انتصار اكتوبر؟ لا، ما تعبرش عن انتصار اكتوبر، دي بتعبر عن ولايات الحروب، إن دي رفض الحرب، هي طبعا دعوه للسلام. طب هل هناك اعمال يا دكتور عن لحضرتك تتناول الجانب الخاص باكتوبر ونصر اكتوبر من رؤيه فنيه تشكيليه جديده؟ انا قلت لحضرتك انا ما خدتش الانتصار اكتوبر، انا عملت حرب على الوضع، حرب على الوضع. من الاعمال اللي قدمت فيها حرب على الواقع، زي ارتفاع الاسعار، زي الفساد، ايه كان عناصر ومفردات اعمالك الفنيه فيه؟ في انا عامل حاجه تصوير فوتوغرافي اسمها اسمع واقرا واتكلم. ديت انا عايز اقول ان انا لازم المفروض ان انا اكون ايجابي. دي اللي هنشوفها ان شاء الله لوحات على صوره اسمع واقرا واتكلم. اسمع واقرا واتكلم. لا دي ملغيه خلاص. لا، انا قلت لا اسمع لا ارى لا اتكلم، طالما اتخذت من تلك المقولات النبراسه. مش متذكر المعنى، لكن هنعود اليها. هنا الاتجاه الى ان اكون بسمع ايجابي، ايجابي اكتر، ان انا اكون بسمع وبقرا واشوف كويس قوي، واتكلم بقى، واعبر عن ما اخافش. ما اخافش. طيب انا مش يعني مش مقيد بقيود معينه في هذا الامر. ده دي صرخه لمقاومه الفساد. ايوه تمام. طيب بنقول الحرب والهام الحرب، يمكن في اكتوبر، يمكن بعض دي لوحه اللوحه ديت لو سمحت ترجعوا تاني بقى، ديت بتعبر دلوقتي عن الوضع اللي حاصل دلوقتي. اللوحه ديت ايوه، دي شايف المثلث دوت سينا. في هنا شخص تحت اهوت شايل بيحضن، شايل المثلث دوت اللي هو بيعبر عن هو شبه مثلث بس مش مثلث. هو شبه مثلث، ما شبه الجزيره برضه، شبه جزيره سيناء. تمام. في برضه مديك اللي هو الخط بتاع البحر الاحمر اللي هو وفي شخص. تمام. وفي شخص هو يعتبر ايده في خط البحر. في هنا راسه هي باينه، هي شايلها ومستموت عليها، دي اسمها على جثتي. في هنا بقى فوق واحد عايز يخطفها، هو ذات في مكان ده العدو، ده العدو بقى اللي عايز يخطفها ويجري، ده رغم ان هو منهك وتعبان جدا لكن ماسك فيها بكل قوته ومش هسيبها على جثتي. الشخص هنا مجرد تعبيري فقط، راسه تعبيري، لكنه على اعتبار انه ظل يا دكتور، مش لا انا بس بعبر. طبعا خد بالك اللوحه دي برضه معموله سنه 2000. اتفضل. دي لوحه ثانيه جديده. بتقولوا بسرعه. لا نعود للصوره اللي قبل كده، نشوف الصوره ثاني، نرجع للصوره القديمه. تمام. طب نتكلم لغايه ما نرجع للصوره دي. ده جزء بردك من لوحه جديده. دي لوحه ثانيه، هي برضه بتعبر عن يمكن برضه الويلات، هي في حد، في ست هيت، وفي راجل، وفي طريق، وفي حد، يعني ايه برضه بتعبر عن ويلات اللي حاصله دلوقتي يعني. تمام. ده تخص بردك روح من روح اكتوبر. يعني ممكن. تمام. طب دكتور، يعني الفن التشكيلي ودوره يمكن مع ابناء الوطن، يمكن لما بنيجي نتكلم على شباب ما عاصرش حرب اكتوبر، يمكن هو اتولد بعد اكتوبر، لكن بيسمع عن اكتوبر، بيشوف بعض الافلام. هل الفن التشكيلي دور في يعني إعادة ذكرى حرب أكتوبر مرة تانية وطرحها بشكل يناسب رؤى الشباب ويأكد لهم المعاني الجميلة اللي المفروض نهتم بيها؟ يمكن اللوحة اللي حضرتك بنتكلم عليها من اللوحات الرائعة صراحة، أحييك جدا عليها. الألوان كمان، رمزية الألوان، شفت اللون الأسود، تحس إن هناك ألوان كأنها زجاج من وراه مضاء اضاءات، وهو الوان. لا، واللي طبعا مزيت الالوان في اللوحه اللون الاسود، المكان الاسود اللي هم طبعا طلعنا بعد كده داعش وهم واخدين اللون الاسود كرمز لهم، واللون الاخضر اللي هي التنميه اللي حاصله دلوقتي عندنا في الوادي، اللي هي الجديده اللي على الجنب. اللون الاخضر اللي في الجنب ده، ومصر اللي هي اللون الروز واللون الاحمر دوت اللي هو منطقه سيناء اللي فيها الصراعات اللي شغاله من زمان لغايه النهارده اللي احنا شغالين فيها. طبعا دي لوحه طبعا من، لكن ده فن ايه بنسميه؟ ده تجريدي اكتر منه، بس يعني قريب التجريد. انت بتشيل اي تفاصيل
بس في الاخر لما تشوف الشكل تعرف ان ده مثلا كرسي او ده ترابيزه او ده شخص. تمام. بتشيل التفاصيل. تمام. طيب نعود الى الفن التشكيلي ودوره مع الشباب وتقويه بقى القيم الرائعه من حرب اكتوبر. حضرتك كنت بتسال من شويه ان هل الفن التشكيلي له دور في تخليد تمام. ايوه طبعا الفن التشكيلي طبعا حضارات الفراعنه عباره عن ايه؟ عرفنا اصلا حضارات الفراعنه من لوحاتهم. يعني لو ما كانش في اللوحات بتاعت الفراعنه والجداريات بتاعتهم احنا ما كناش هنعرف التاريخ بتاعهم العظيم ده. تمام. فانا عايز اقول لك ان برضه يعني مش عايز دايما اقول دايما في تقصير، بس للاسف ان ده الوضع يعني ان في تقصير للدوله للفن التشكيلي. وبعدين حرب اكتوبر نظرا برضه لعظمتها ما قدرناش ومفيش اهتمام من الدوله بالاعمال. مفيش عمل سينمائي يعادل حرب اكتوبر ولا الانتصار اللي حصل. مفيش عمل فني يعادل حرب اكتوبر ولا الانتصار اللي حصل. حتى الدوله زي ما قلت من شويه لما حبت تخلد الدور دوت عهدت لكوريين ما عهدتش حتى لمصريين. احنا نتمنى ان الدوله تهتم ان طبعا حرب اكتوبر ان روح اكتوبر ترجع لنا دلوقتي ما احوجنا اليها هذه الايام. صح. طبعا الناس عشان احنا بنحارب الارهاب في سيناء. دي نحارب الارهاب. خد بالك برضو الاعلام مش مركز قوي يعني يمكن خايفين يقولوا ان احنا بنحارب والحرب الناس يكونوا خايفين ومرعوبين ان احنا بنحارب وكده. فانا شايف برضو ان هم بيورونا بس احنا قتلنا 50 قتلنا 200. ما احنا مش عاوزين نقول انها حرب يعني ما حطناش لان الجانب الخاص بالسياحه بيتاثر يعني لما أيوة. يبقى العالم يبقى عارف ان في حرب في مصر. ايوه بالظبط كده هو بيتاثر بالشكل. أيوة. لكن احنا بنقول سيناء القوات الجيش المصري بتطهرها وخلاص ان شاء الله هتبقى يعني خاليه من الارهاب تماما ان شاء الله قريبا. لكن احنا بنقول الجانب ده جانب عمل اكتر منه ويمكن فيه يعني كتير قوي ما بيستشهدوا بالدقيقه او اخرى نلاقي فيه عدد كبير من الشهداء. طبعا جنودنا البواسل. لكن حكايه ان احنا هنعلق على انه حرب مصر بتحارب. احنا بنحارب اشكال مختلفه من الفساد اشكال مختلفه من الارهاب ومن يعني من حاجات كتير. لكن احنا بنتكلم عن الفن التشكيلي واحتياجنا ليه الان في تقويه الانتماء لدى الشباب عشان يبقى عارفين قد ايه مصر غاليه علينا. الدافع بقى الى العمل مواجهه الفساد بشكل او باخر اللي بتقول عليه حرب اكتوبر وروحها المستلهمه عشان نرجع تاني نطهر مصر. أيوة. ونخليها عروسه زي ما شفنا يمكن في لوحه من اللوحات الرائعه. بالظبط كده. تمام. هو ده فعلا ده طبعا طلب مهم من حضرتك وانا اضم صوتي ليك ان احنا نرجع نلقي الضوء تاني على مش بس فن تشكيلي وسينما ومسرح. لان طبعا الحاجات دي هي اللي بتخلد والحاجات دي بتوصل اكتر كمان للناس بتوصل اسرع واكتر للناس. فيعني انا بطالب الدوله انها تعمل معارض. هو طبعا في معارض بتحصل بس ما فيش القاء الضوء الكامل عليها يعني. انت هتلاقي ان شاء الله انت عاوز احتفاليتنا باكتوبر التشكيليين يعني الدوله تستنفرهم وتقول لهم يلا احنا عاوزين اعمال فنيه جديده. احنا فعلا محتاجين زي سباق فني في كل احتفالاتنا بحرب اكتوبر. كل ما لديه قصه عن اكتوبر كل من لديه عمل فني فليخرجه. هذا هو الفرح هذا هو اليوم نتكلم عنه ونعيده مره تانية ونطلعه ونبين القيم الجميله والاعمال الفنيه علشان كمان الناس تنتج اكثر واكثر عن حرب اكتوبر. يبقى احتفاليتنا بيه تناسب جو وحضارتنا بقى. ونستغل بقى النجاح اللي احنا نجحنا في حاجه نستغل بقى النجاح دوت. عايز ابقى فخور بنفسي. انا مش دايما كلنا الفراعنه اجدادنا عملوا لا عايزين بقى احنا عملنا. ما ده جيلنا اللي عمل الحرب واكتوبر جيلنا اللي عمله. فاظن اولادنا احنا عملنا لكم حرب عملنا لكم انتصار جميل. عملنا انتصار العالم كله اتكلم عنه. معجزه بصراحه. وده بيرجع على الجيش المصري الصراحه. يعني لما نيجي نعمل يعني احتفاليه كبيره لحرب اكتوبر فنلاقي ان اكتر من يكرم هو الجندي المصري. أيوة. سواء بقى اللي شارك في حرب اكتوبر او المصاب حاليا او المجند حاليا. المجند بيستشعر قيمته طبعا لان هو اصلا يعني سايب بيته وسايب اهله وسايب كل حاجه علشان يدافع عن الوطن علشان يبقى تملي عينه يقظه من العدو. دايما بيتدرب لان هو بالنسبه له الحرب مستمره لان هو مدرب على طول كأن الحرب موجوده لانه مستعد دايما للدفاع. بالظبط. لولا الجيش بتاعنا دلوقتي كان زمان كده احنا كنا حاجه ثانيه خالص. الحمد لله ده نحمد ربنا. الحمد لله يعني جيشنا وان هو طبعا ليه ترتيب عالمي.
طبعا دي حاجه مهمه جدا. عايزين بقى نوصل بقى البطولات دهيت لاولادنا. تمام. يعني انا فاكر لما كنت في ابتدائي كان عندنا قصه عن بطل اسمه احمد عبد الفتاح عن حرب اكتوبر. بعد ما كنت لسه صغير شويه في ابتدائي يعني، فقال لك ان دي كانت اخر الحروب وان خلاص ما عادش في حروب ثانيه. انا كنت حزين جدا ان انا مش هيبقى له دور زي احمد عبد الفتاح، ان انا ابقى شهيد زيه وانا اروح احارب. وطبعا كانوا حاطين عن البطولات اللي يعملها والحاجات اللي يعملها كده، فانا كنت حزين جدا ان انا مش هقدر اعمل الدور ده. طبعا تخيلت ان البطوله بتبقى بس في ميدان المعركه كوعي كطفل ايامها، لكن البطوله ايضا في العمل في ميادين ثانيه طبعا. اكيد لما كبرت بقى عرفت ميدان العمل الوطني انا بتكلم على والميداني حس كطفل ايامها يعني. كنت ما ازاي تاثرت بالقصه، وازاي كنت نفسي ابقى انا كمان احارب، وكنت زعلان ده اخر الحروب. طب انا كده هبقى بطل ازاي، وازاي هبقى شهيد. تمام. فطبعا لو نقدر بقى نبث القصص ديت مره ثانيه لاطفالنا، يبقى عندهم الاحساس دهوت، ونربط البطوله مش بس انك انت تروح تحارب او تموت، البطوله انك انت تجتهد في عملك، تذاكر كطالب دلوقتي، تذاكر كاستاذ مثلا تشرح. دي بطوله. صح. نبني بلدنا بقى، نبني بلدنا ونستلهم وعندنا القاعده اللي نمشي عليها، الانتصار العظيم ده. تمام. عاوزين نتكلم عن المخزون البصري اللي حضرتك كفنان تشكيلي يمكن ان تصنع لوحه فنيه بتقدم فيها حرب اكتوبر زي قريبه من بانوراما. هل أنت كفنان كان هناك عملية من الاستمرارية في مشاهدة أعمال فنية عن أكتوبر أكيد. عشان تقبل على حرب أكتوبر؟ يعني احنا محتاجين زي ما حضرتك قلت الفترة دي محتاجين عرض لكل الأعمال الفنية عشان أنا يبقى عندي مخزون كمان بصري وعرض بطولات في الاحتفال الجديد. أقدر أضيف من غيري أو أستلهم من خطوط غيري لوحة جميلة وجديدة لحرب أكتوبر. هو طبعا أنا كفنان تشكيلي لازم يعني من ضمن الحاجات يعني لازم المشاهدة. صح. يعني من ضمن الحاجات عاوزين معارض كتيرة. لا لازم مشاهدة، تشوف باستمرار، تشوف معارض وتشوف أعمال فنية وتقرأ عشان تقدر يبقى عندك المخزون اللي بتتكلم. الأعمال الفنية الجميلة دي راحت فين يا فندم؟ يعني هل هي في خزائن أصحابها ولا في بعض ملاكها اللي اشتروها ولا هي في في مكان للدولة؟ انا عاوز اقول ان الدولة تاخد الحاجات دي كلها. عندنا 3 اماكن. في عندنا متاحف متاحف الدولة طبعا، ودي فيها عدد قليلة وبعض الفنانين. وفي عندنا طبعا المكان الثاني اللي هو الناس المقتنيين زي ما حضرتك اشرت كده. تمام. المكان الثالث بقى عند الفنانين. انا بالنسبة لي عندي تكدس اعمال فنية مشكله في التخزين. طيب ما تقدمها حضرتك، ما تقدمها يعني تبرع بيها لمتحف من متاحفنا. ما برضوش. ما فيش دلوقتي. احنا عاوزين توسعات جديده لمتاحف جديده وطنيه. او في المحافظات يعني حتى في المحافظات. حتى لمست نقطه جميله جدا. في كل محافظه نعمل متحف. ده المفروض. والفنانين هم هيتبرعوا. انا عندنا اعمال عاملين مشكله في التخزين، انا راح اتبرع بيها. انا طبعا التخزين ده كمان ممكن يعرضها لحاجات. احنا عاوزين كمان نصورها. وبعدين انا بشتغل علشان اوري الناس. تمام. انا متعتي ان الناس تشوف الوسيط بتاعي. صح. انت فنان عاوز توصل رساله. ايوه الناس تشوف رسالتي وتشوف عامل. ايوه الله عليك. فطبعا يا ريت نعمل متاحف في كل محافظه، يبقى في متحف زي ما عندنا مثلا مستشفى جامعه، يبقى عندنا متحف جامعه مثلا. صحيح. خلاص احنا نوصل صوت حضرتك ده يعني رؤساء جامعاتنا المصريه علشان نقدر نجمع هذه الاعمال في متاحف داخل الجامعات. ونقول للمحافظين يا ريت يبقى في سباق لهذا الجانب وتكريم لاصحاب الاعمال الفنيه حتى للطلاب اللي رسموا والمدارس اللي موجوده فيها تقدم هذه اللوحات. وده مش اكتر بشكرك يا فندم. احنا مش اكتر من مبنى. حقيقه بشكرك الفنان التشكيلي الرائع استاذ ابراهيم مصطفى شلبي، عضو مجلس اداره نقابه الفنانين التشكيليين. اتمنى لك مزيد من الاعمال الفنيه الرائعه. احنا استمتعنا جدا باعمالك يعني الجميله. مزيد من الاعمال ده، وكل سنه وانت طيب ومصر دايما بخير. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. كل عام ومصر طيبه، كل عام ومصر دايما في رفعه وسلامه. احنا كمان لازم نكون مقاتلين في السلم، لازم ندافع عن بلدنا بشكل او باخر. الدفاع عن البلد هو العمل من اجلها وعمل من اجل ابنائها. زي ما استشهد عدد كبير من الجنود، احنا كمان هنأدي بخير بارواحنا واجسادنا عشان مصر تعلى وتعلى. بشكركم واتمنى لمصر مزيد من الحريه والكرامه. الى اللقاء.